واخيرا الحكومه غادي تصادق على اصلاح صناديق التقاعد بالمغرب. واش بصح ولا لا؟ هادشي اللي غنتعرفوا عليه ان شاء الله في هذا الفيديو، ولكن تنأكد على واحد القضيه انه خصكم ضروري تكملوا الفيديو حتى الاخر. حان الوقت والجدول الزمنيه هي ان شاء الله ابتداء من شهر يناير تجي الحكومه بواحد العرض اولي لاصلاح التقاعد. اليوم اللي تكلمنا عليه في الجولات السابقه ديال الحوار الاجتماعي هما نقولوا الاسس ديال هذا الاصلاح، القطبين العام والخاص، تحسين الحكامه وغيرها. كان عندنا واحد الجدوله كذلك في الحوار الاجتماعي اللي تكلمنا على نقولوا قانون الاضراب، مشكورين تم المصادقه عليه في مجلسكم الموقر. اذا هذا التزام مره اخرى امامكم باش نجيو من هنا الحوار الاجتماعي المقبل نكونوا تقدمنا في نقولوا هذا العرض اللي غتجي به الحكومه في اصلاح انظمه التقاعد. تعقيب السيده النائبه المحترمه. نتمنى هذه المره توفيوا بالوعود ديالكم، لان الحيوط هذه المؤسسه تشهد بالتزام الحكومه بانكم ستناقشون هذا الموضوع قبل ما تم هذه السنه، ومره اخرى تخذلون ثقه المغاربه فيكم بوعودكم العريضه الفارغه المحتوى. نطالبكم السيده الوزيره بالوضوح والشفافيه حول العجز الذي تعرفه، العجز المالي الذي تعرفه هذه الصناديق. نطالبكم السيده الوزيره بحلول مبتكره لحمايه الطبقه العامله التي يعني لا نريدها أن تحمل عبء هذا العجز بالزيادة في سن التقاعد والرفع من نسبة الاشتراك. هذه الإجراءات السيدة الوزيرة اللي عملتوها غادي تزيد في نسبة البطالة وانتم كتعرفوا هادشي، وكذلك غادي تحرم فئة الشباب من الحصول على فرص العمل. كذلك لم يتم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في من ابتلع ملايير هذه الصناديق وهو حر طليق وكيتبرع بأموال المغاربة. نطالبكم أيضا السيدة الوزيرة بالعدالة الاجتماعية والمساواة بين القطاع العام والقطاع الخاص. لا يعقل أن موظف ولا ما مزيان الموظف يبقى له نفس الراتب تقريبا، ولكن القطاع الخاص إلا كيشد 20,000 درهم ولا 15,000 درهم. بحيث قالت نادية فتاح العلوي أن الحكومة أكدت بلي ملتزمة باش تباشر إصلاح أنظمة التقاعد وتقدم فيه وما غاديش تهرب من هذه المسؤولية، وحددت بلي هذا الشيء غادي يكون شهر يناير 2025 باش يتقدم كعرض أولي. الوزيرة جاوبت على السؤال في مجلس النواب بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد اللي يطرحه الفريق الاشتراكي المعارض للاتحادية، وأكدت على الاستعجال ديال هذا الإصلاح ومواكبة التغيرات الديموغرافية والسكانية اللي كتعرفها البلاد. وقالت بلي أسس الإصلاح اللي تطرقت لها الجولات السابقة في الحوار الاجتماعي غادي تشمل القطبين العام والخاص مع التركيز على تحسين الحكامة. وزادت أن الحكومة غادي تبقى خدامة على هذا الملف ابتداء من العرض الأولي في يناير الجاي، معترفة بأن هذا الإصلاح تأخر ب3 شهور بعد ما كان متوقع يتقدم في أواخر 2024. نادية فتاح شددت أيضا على أن الحوار الاجتماعي اللي شمل زيادة في الأجور ساعدنا باش نكسبوا 2 أو 3 سنوات في ملف التقاعد. وزادت باللي الحكومة ضخات في الصندوق المغربي للتقاعد CMR عام 2022 2 مليار درهم، وهي ملتزمة بإصلاح أنظمة التقاعد. التزام الحكومة بتقديم عرض أول إصلاح التقاعد في شهر يناير الجاي. عندما الوزيرة هضرت على هذا الإصلاح أكثر من مرة وأكدت أنه طال بزاف، وقالت اليوم في الغرفة الأولى ديال البرلمان الوقت دابا مناسب باش نبداو الإصلاح. الحكومة تأخرت 3 شهور ولكن الملف تأخر سنوات طويلة، وهذا الشيء كيتطلب التعاون باش نديروا الإصلاحات الضرورية. في موضوع آخر، الوزيرة جاوبت على سؤال حول أجل استرجاع المصاريف العلاجية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كانوبيس، وقالت بلي كاين تحسن نسبي في هذا الأجل اللي تقلصت 54 يوم في 2023 بعد ما كانت 57 يوم. وأكدت بلي نسبة احترام الأجال وصلت ل 76%، وملفات الأمراض المزمنة كتعالج أقل من 30 يوم بنسبة 95%. أما في موضوع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، جاوبت الوزير على أسئلة ديال 4 فرق نيابية، وقالت بلي المحفظة العمومية فيها 271 مؤسسة ومقاولة، منهم 228 مؤسسة عمومية 43 مقاولة، وزيد عليها شركات تابعة كتوصل في المجموع ل 525. فتاح
شرحات أن هذه المؤسسات كتغطي جميع القطاعات 24%، منها كتهم القطاعات الاجتماعية 16%، قطاع السكن 15%، الفلاحة و12% الطاقة والمعادن، بينما البنية التحتية والنقل كياخدوا 5% لكل واحد. ووضحت الوزيرة أن رقم المعاملات ديال هذه المؤسسات المقاولات العمومية غادي يوصل ل 345 مليار درهم في آخر 2024 بزيادة 4% مقارنة مع 2023. وشكرات المجهود الاستثماري اللي كيدار، وأكدت الوزيرة أن الإصلاح غادي يتحدد من خلال نشر عدد من النصوص القانونية، بحيث تم نشر 7 نصوص ديال الحكامة وباقي 10 نصوص تكميليه غادي تجي في الاشهر الجايه، ومن بينها 3 نصوص مهمه بزاف. وختمت الوزيره باللي كاين مشروع قانون ديال اصلاح الحكام والمراقبه الماليه، ومشروع قانون خاص بنظام الخصوصه، واخير على احداث هيئه مركزيه لتصفيه المؤسسات. واكدت ان هذا الاصلاح كيدخل في اطار توجيهات الملكيه اللي جات في خطاب العرش وبرلمان 2020، وكيهدف باش يحسن التكامل بين المؤسسات ويرفع من فعاليتها الاقتصاديه والاجتماعيه. وبهذا وصلنا للفيديو، نتمنى الى الاعجاب ديالكم.